يا هلا بنات، رجعت لكم بفيديو جديد. رجعت لكم الفيديو بعد غياب. رح احكي لكم ضمن الفيديو انه ليش انا طولت عليكم الغيبة، ليش تأخرت عليكم تنزيل فيديو، ورح نعمل اجواء كتير حلوة بهذا الفيديو. فشوفوا الفيديو لانه الفيديو ترتيبه شوي هيك غريب. بس خليكم معي لنهاية الفيديو. هلا انا بلشت لكم ببداية الفيديو انا وحمودة كنا عم نصلي الظهر، اخواته لسه كان في منهم نايمين، فهيك بتشوفوا حرامات. بعد ما خلصنا وعملنا فطور وجرينا الجليات كان بهذا اليوم. بصراحة كان عندي السداجة تبعيت غرفة القعدة كتير متوسخة، كانت هاي البرندة انه كمان كتير متوسخة. فقلت لحالي يعني انه بدي اشطف حتى لو ما في مي، انه خلص لانه صايره المي عم تجينا كل 8 ايام، مره كانت تجينا كل 5 ايام 6 ايام، هلا صايره كل 8 ايام. فقلت خلص انه بدي اشطف، ما رح اصبر. وكان هذا اول يوم العيد، لا ثاني يوم العيد كان. فقلت لحالي خلص بدي اشطف حتى لو خلصت المي، لازم اشطف، بدي انه ارتب البيت، انظف البيت. فالمهم يا بنات، قمت وقلت لحالي بدي اشيل كل الزرعات وانظف تحتهم، لانه على الغبره اللي عم تصير وبس عم بكت مي بس عم بكت مي، فمثل اللي عم تكلس، يعني التراب عم بيكلس، عم مدري كيف بدي اقول لكم عم بتحجر، عرفتوا؟ فلازم انه ازيله منشان ما يضل بعدين يصير صعب انه يروح. ف مثل ما بيقولوا برشيت البرندة كلياتها، برشيتها نظفتها. صارت عم تضوي ضوي، عم تلقلق. في هون يعني بعض الناس بيقولوا عم بيلق لا، او عم بيلقلق، عم يبرق برق. يعني مهم صار كتير نظيف، نظفتها. كان اكتر شي كان متعبني الفترة الماضية انه ما كنت عم بشطف البرندة كتير، لانه ما كنت عم بحب اطلع عليها كتير. ليه؟ لانه حمودي الله يحميه ويحفظه قطع لي اغلب الزرع. مثل ما نكون شايفين الفريزات كلهم مقطعات تقريبا، يعني كان في فريزات رح يطلعوا شي 7 8، كلهم هدول قطعن. في كان عندي ياسمينة قطعة كلياتها، كان في عندي العسلية كلها كمان قطعة، شالها نهاها أبدا. يعني في كتير زرع خلص شالهم من الشروش تبعيته وكبه. فكتير كنت زعلانة على الزرع وعلى البرندة، انه هيك كتير زعلت عليهم كيف راحوا، وما رجعت اشتريت زرع جديد هاي السنة بسبب انه حمود هيك ما بخلي لي شي. وبالنهاية هو طفل، ايش بدك تقدري تعملي له؟ يعني قد ما قلت له لو بقيت تطلع لبرا، احيانا بغيب عنه شويوها وهيك بيعمل ثواني وهيك بيعمل. يعني تخيلوا الصبح كان يعني جنبي انا، وعم بطلع عليه وهيك، بس هيك عمال بشوف الغسيل يبسان ولا ما يبسان، ندرت واني قطع غصن كامل من هاي اللي بدها تفتح وردات بيض. فكله عم بقطع حتى الوردة الجورية ما هم مخلي منها شي. فكتير زعلانة هيك على منظر زرعاتي هيك كيف مقطعات كلياتها، ما هو ضلان فيهم شي. لهيك ما عم بطلع كتير على البرندة، بشطفة وبدخل. كنت قبل انه اقعد هيك كتير قدام الزرعات، جنب الزرعات، اتونس فيهم، اشرب احيانا كاسة شاي جنبهم. هلا لا خلص، يعني جايتني كآبة كتير قوية. لا، واذا مثلا بدي اعمل شاي واطلع اشربه بده يكون عيوني على حمودي مو على الشاي. فلهيك عم بدخل وبسكر الباب اغلب الاحيان. مهم هون بعد ما خلصنا البرندة قمت اشطف، وانا عم بشطف قلت لحالي ناقصني برشاكير كتير. ونحن يعني انا كنت عم بستنى المي لتيجي لحتى اغسل بشاكير المناشف يعني. فقلت احسن ما انت تستنى المي ولا تيجي مية الشركة واشغل الغسالة، بغسلن على ايدي. وبالفعل جمعت كل البشاكير واغراض الصلاة وغسلتن على ايدي ونشرتن. بعدها غسلت هاي المدة لاني كتير كانت متوسخة، وكان في مدة بالصالون كمان غسلتها كلياتها. طبعا هون ما شاء الله تبارك الرحمن حمودي ما هدي كل الوقت كان عم يشتغل معي، كنت عم بسرق منه خرطوم المي سرقة. خلصنا غيرت له اغراضه، عطيته كيس بطاطا واسترحت شوي هيك، اخذت نفس. بعدها قمت مديت الغرفة، زبطت الغرفة كلياتها. واول ما مديت الغرفة دغري حمودي استسلم ونام، الله يحميه ويحفظه. قد ما تعب بالبرندة وهو عم بيحوس معي يعني، حتى بالسداجة. شفتوا مرات بعطيه لاخواته، مرات اخواته لا ما بعودوا بتحملوه باخده، لانه البركة صاير كتير ورش كتير كتير، ما بيهدى ما بيعرف انه هيك يحطه يقعد على طول عم بيشتغل، عم يعمل اذى، عرفتوا؟ يعني ما بيسلم شي من ايده. تقريبا شفتوا انه انا اشتريت قبل رمضان اشتريت سيرة صحون، يعني طقم صحون. حطيته بالخزانة الواطية، فرايح جاي بياخد صحن بطقه.
رايح جاي بياخد صحن وبيكسره، وما خليت شيء الا واعمله مشان اني انا اقفل الخزينة. الله وكيلكم، ايدين الخزينة تكسرت وتفشلت وما عم بقدر، ما في غير بياخد صحون من هالكاسات وبكسر، لا ضل لا صحن ولا كاسة الا وكسره. فهيك يعني مقضينا طول النهار مع حمولي، الله يحميه ويحفظه ويحرسه يا رب، يحمي أولادنا وأولاد أمة محمد أجمعين. فالمهم يا بنات، سبب غيبتي عليكم بالفترة الماضية عن جد كتير كنت تعبانة، وكل الناس عندها أجواء عيد، عم تعمل عيد وعم تظبط وعم تجهز. أنا بصراحة ما اشتغلت شيء أبدا قبل العيد، ما لا نظفت قبل العيد، لا سويت قبل العيد، ما عملت شيء، ما عندي يعني ما عملت أجواء عيد، لأنه آه بكل الأحوال ما عملت أجواء عيد. فكنت تعبانة، وأنا بطبيعتي بس أكون تعبانة ما بحب أطلع وأسجل فيديو على اليوتيوب، لأنه ممكن أحكي كلام أندم عليه أنا كتير بعدين، فكرمال هيك بلتزم الصمت. المهم بالفترة الماضية كمان كان في عندي برتقان، وولادي ما بياكلوا برتقان، ما حدا بياكل البرتقان الا انا بحب البرتقان. فكانت الكمية كبيرة، وقلت لحالي حتى ما ينتزع البرتقان رح اعمل عصير برتقان على طريقة امي وستي وستك والكل. يعني نحن هون بسوريا هذا العصير كتير مشهور عنا، اللي هو بتجيبي بتعصري البرتقان، واحيانا بيعصروا على كيلو البرتقان نص كيلو ليمون، واحيانا بيعصروا على ال5 كيلوات برتقان ليمونتين 3، يعني حسب الليمون بتضيفيه على حسب رغبتك. وبتضيفي لكل طقلي عصير برتقان احيانا بضيفوا نص طقلي سكر، واحيانا بضيفوا طقلي سكر. المهم انا عملت هذا العصير، سهلته طريقته عفوا سهلة وبسيطة. عملت العصير وخبيته بالبراد وجربته. الصدمة يا بنات اللي صارت، شوفوا هو هذا العصير، تاخدي من العصير شوي بتحطيها بالكاسة، بتضيفي عليه مي، بتحركيه وبتحطيه فوق التلج. الصدمة يا بنات انه انا هذا العصير كنت احبه وانا صغيرة، كنت اموت عليه وانا صغيرة عند اللي كنت ببيت اهلي. يعني كانت امي تعمل كتير كمية كبيرة وكتير نحبه. هاي اول مرة يمكن بعملهم بسوريا، وبتركيا يمكن عملته مرة من زمان كتير. المهم عند اللي عملت العصير هاي المرة ودقته، مع انه نفس العصير اللي بعمله كنت قبل، واللي نفس اللي دقته عند اخواتي هون بسوريا ونفسه، بس انا عند اللي دقته عند اخواتي بسوريا قلت فكرت انه هن انه ما زبط معاهم. اللي طلع معي او اللي استنتجته انه لا، هو ما هو طيب. يعني كنا نحبه كتير ونحن صغار، بس عند اللي كبرت اكتشفت انه ما نو طيب. ليش ما نو طيب؟ لانه ما فيه طعمة عصير، طعمته اغلبه 90% سكر. طعمة البرتقان كتير كتير خفيفة كتير، يعني يا الله هيك تستطعميها. فعم يحكوا لي اخواتي انه لازم تبشري له بشرة برتقان، بشرة ليمون، يعني تحطيها معه. او إلى طريقة حكت لي اختي انه بتعملي، يعني بتاخدي قشر البرتقان بتغليه وبتعصريه وهيك، يعني حتى يصير له طعمة برتقان. بصراحة ما بعرف، استغربت انه ما نو طيب، مثل ما كنت انا متوقعة، انه ما فيه طعمة عصير برتقان ابدا، كتير خفيفة. لما تشربيه فريش طعمة البرتقان كتير واضحة، لما عملته عصير ما له طعمة برتقان كتير. هاي ثالث يوم العيد بنات. فقلت لحالي اليوم بدي احتفل فيهم، لانه اول يوم العيد ما عملنا ولا شيء. تاني يوم العيد قمت حست نظفت البيت. وبشوفوا يوم اللي حست سبحان الله بنفس اليوم بالليل اجت المي. يعني شوفوا على الحظ، وما كنت بعرف انه بهذا اليوم رح تجي المي، لاني اخر فترة صايرة ملانة وما عم بتابع الجروب اللي بيبعتوا عليه موعد المياه. فبالصدفة بنفس اليوم اللي حست فيه اجت المي، وهيك ما انقطعت من المي الحمد لله. هاي ثالث يوم العيد، قلت بدي اسوي شيء مختلف. قمت بشرت بطاطا وفقيت عليها، يعني طقشت عليها كم بيضة، وحطيت لها بس بهارات، ما حطيت لها شيء. يعني شفتوا قبل كنت احكي لكم انه ببشر لها بصل، بحط لها توم مثلا، احيانا بفرم لها بقدونس. لا هالمره كنت حابه اعملها ساده ساده مشان حمودي. فبس بشرت بطاطا، حطيت عليها بيض وملح وبهار وفلفل احمر، بس ولا شيء تاني. او بس هيك، وقليتهم هيك بالطواي بالزبده. قليتهم بنات، طلعوا بالزبده كتير طيبين، اطيب من الزيت. قليتهم بالزبده وحطيت جنبهم هيك شويه شغلات، نحن بنقول لهم حبشتكالات. حبشتكالات يعني هيك شغلات مشان اذا بدكم تلفوا تحطوها على اللفه. هلا رح تشوفوهم بالسفره. وهي هيك
شفتوا شلون هيك انا فنانة طباخة ماهرة. فقلبتهم هيك، وهي الصفرة جاهزة، وحمودي كان عم بستناني. شوفوا غليت جبنة بس ما حدا مد ايده على الجبنة ابدا، كان الطبق الرئيسي وبس. مع اني انا بعرف انه راح يركزوا بس على الاكلة هاي، ما راح يركزوا على الشيء الثاني، لهيك ما حطيت لهم شيء ثاني. يعني بالعادة مثلا بجيب حواضر كل شيء فيه، لا هالمرة بس انه اكتفيت بهدول. فهي اللي حبشت اكلات، بقولوا لها بقدونس، مخلل، بندوره، نعناع، فليفله، ليمون، كتير بيطلعوا طيبين، بتلف بتطلع طيبه كتير. خلصت، حطيت الاغراض بالجليات بالمطبخ، ما جريت للامانه، ورحت لعند اختي على العيد على اساس متفقين كلياتنا نروح لعندها ثالث يوم العيد. بس اخواتي كل وحده صار عندها ظرف فما قدروا انه يروحوا، وانا كان يعني اجلوا الروح لليوم اللي بعده، بس انا اليوم اللي بعده ما راح احسن اروح لظروف. فقلت انه انا بروح بعيد عليها وبشوفها وبكسب شوفتها، ويعني انه بطلع من البيت، لانه من اول العيد لثالث يوم العيد ما طلعت من البيت، وهلا كمان لبعدين قدامي قاعده بالبيت مرتبه، فقلت بروح لعندها وبغير جو. فالله يسلم ايديها، كانت مجهزه السفره، وبعد عملنا هيك طلعنا على السطوح. شفنا زرعاتها ما شاء الله تبارك الرحمن، شلون معتنيه فيهم، هيك حلوين صايرين بجننوا. شفتوا ما بعد فرجيتكم اياهم من سنه شلون كانوا صغار وقلال وهيك، هلا مكترتهم. اختي هاي بتحب الزرع مثلي واكثر يمكن، ما شاء الله شد بتحب الزرع. بس ايش شو لازمه؟ قلت لها انه لازمك حواض كبار، ولازمك مثلا، شوفوا والله دعم الرجال لهيك قصص كتير بيكون مهم. يعني لو انه هيك انه تعمل رف، لانه ما شاء الله تبارك الرحمن البيت ملك، فبتحسني تتصرفي فيه على كيفك. فلو تعمل رف حجر وتحط عليه الزرع كلياته، يعني بيطلع منظره احلى، وبيساعدها كتير بالحوسه، بالتنظيف، بالصايب، كتير شغلات بساعدها. فهي عم تقولي انه ايه، عم تفكر تسوي رف، عم تفكر انه تغير كتير شغلات. فان شاء الله هيك لاخر الصيف بتكون زبطتهم ركنتهم. بس بكل الاحوال زرعاتها بياخدوا العقل. واكيد اكيد يعني شفتوا بتعرفوا نحن الخوات ما بنقدر نروح بدون ما ناخد معنا شتله. فيسلم على ايديها، اعطتني شتله من اللي اعطتني اياها هديك السنه، بتتذكروا؟ نفس الشتله اعطتني اياها، وراح اجرب ازرع. هالمره شالت لي اياها من الجذور، هديك المره قصيناها قص، هالمره من الجذور وزرعتها، راح اشوف اذا راح تطلع ولا ما راح تطلع. المهم انه رحت لعند اختي وغيرت جو، وعملنا شوي اجواء عيد، مع انه ما في اجواء عيد عنا بسوريا ابدا. يمكن لو ابوي وامي موجودين كان رحنا اول يوم العيد لعندهم عملنا اجواء عيد، بس بما انه ما في ابوي وامي، مانن هون مانن بسوريا، فما في عنا ابدا اجواء عيد، يعني ابدا ابدا. حتى جمعة مثل عالم الخلق ما انجمعناها، فالحمد لله على كل حال. وان شاء الله عيد الجاي هيك ننجمع باهلي، ويصير في عنا اجواء عيد ان شاء الله. هون حمودي عم بسقي الزرعات. لهون تقريبا صبايا بيكون خلص الفيديو. خليني اختم الفيديو بكم دعوة لإلكم، وصدقوني يوم عرفات دعيت لكم من كل قلبي، فان شاء الله هيك الله يستجيب مني ومنكم الدعاء، وان شاء الله هيك بتتحقق احلامنا وبتستجاب دعواتنا، وكل اللي ببالنا بصير ان شاء الله. السنة الجاي انا ببيتي الملك عم بحوس وبعزل على العيد ببيتي الملك، وبجهز كعكات العيد ببيتي الملك. وان شاء الله انتم يا بنات كمان كل وحده قاعده بالاجار ان شاء الله السنة الجاي ببيتها بالملك ان شاء الله. الشهور القادمة مو السنة الجاي ان شاء الله، بعد كم شهر بتصير ببيت الملك ان شاء الله. والله يفرج همي وهمكم، ان شاء الله بنلتقي بفيديو جديد. سلامات.